أهلا بالجميع. يسعدني جدا أن أرافقكم في هذا العرض التوضيحي الجديد. هدفنا اليوم بسيط ومباشر جدا. سنقوم معا بفك شيفرة هذا المفهوم الذي يبدو معقدا أحيانا، وهو علم النفس. سنجعله مفهوما وفي متناول الجميع تماما. بالاعتماد على مصادر علمية موثوقة سنستكشف كيف يمس هذا المجال كل تفصيل في حياتنا اليومية، بدءا من طريقة تفكيرنا وصولا إلى كيفية تصرفنا وتفاعلنا مع العالم من حولنا. دعونا نبدأ هذه الرحلة البصرية الممتعة لتبسيط الأمور. حسناً، بالموضوع خريطتنا اليوم تتكون من 4 محطات سريعة. أولاً، ما هو علم النفس؟ ثانياً، سنقوم بفك شفرة السلوك البشري. ثالثاً، سنقارن بين علم النفس وعلم وظائف الأعضاء. وأخيراً، سنتعرف على فروع هذا التخصص الرائع. القسم الأول، ما هو علم النفس؟ وما هي أساسياته؟ دعونا نطرح لنفهم ما يعنيه هذا التخصص حقاً. لو جردنا علم النفس من كل تلك المصطلحات الأكاديمية المعقدة، ما الذي سيتبقى لنا؟ ببساطة لكن مهلا، الإضافة هنا غاية في الأهمية. بمظهره الحركي والذهني. هذا يعني أننا لا نتحدث فقط عما يمكننا رؤيته من حركات جسدية وردود أفعال خارجية، لا، بل نغوص عميقا في تلك العمليات الذهنية الداخلية التي لا ترى بالعين المجردة إطلاقا، كالتفكير والذاكرة والإدراك. بصراحة، إنه كجسر مذهل يربط بين حركتنا الظاهرة وأفكارنا الباطنة. القسم الثاني يحمل عنوان فك شفرة السلوك البشري. فما هو السلوك تحديداً؟ بما أننا اتفقنا على أن علم النفس هو علم السلوك، فمن الضروري جداً أن نعرف هذا السلوك بدقة. المصادر تخبرنا أن السلوك هو حرفياً المجموع الكلي للأنشطة المادية والرمزية التي نقوم بها نحن أو أي كائن حي. الأمر ليس مجرد ركض أو مشي أو حركات جسدية، بل يشمل أيضاً كلماتنا، إيماءاتنا، وحتى تعبيرات وجوهنا. كل هذا يحدث استجابة لموقف معين نمر به، والهدف الأسمى التكيف. نعم، نحن نستجيب باستمرار لبيئتنا لضمان راحتنا واستمرارنا. إذن هي أن هذا السلوك الموجه نحو التكيف لا يحدث هكذا صدفة أو عبثا، بل له هدفان رئيسيان. الأول هو تحقيق إمكانيات الكائن الحي وسعيه للتطور، والثاني وهو مهم جدا، خفض التوترات التي تهدد وحدته واستقراره. لنفكر في الأمر. الشعور بالجوع مثلا هو توتر يهدد الجسد، أليس كذلك؟ السلوك الذي نقوم به للبحث عن الطعام هو ببساطة آليتنا لخفض هذا التوتر وإعادة التوازن. باختصار، سلوكنا هو أداة دفاع وتطوير في الوقت نفسه. القسم الثالث، علم النفس مقابل علم وظائف الأعضاء أو الفسيولوجيا. والآن ما يثير الاهتمام حقا في هذا الجزء هو التمييز الرئيسي بينهما. لفهم الصورة نعرف كيف يتميز علم النفس عن العلوم المجاورة له. علم وظائف الأعضاء ينظر إلى ردود أفعالنا كاستجابة لخصائص فيزيائية أو كيميائية بحتة. كمثال بسيط، إفراز الدموع هو تفاعل كيميائي وفيزيائي للجسم. لكن وهنا يكمن السحر، علم النفس يرى هذا السلوك ذاته على أنه علامة أو رمز أو إشارة أو ربما قيمة ومعنى. الدموع في لغة علم النفس ليست مجرد ماء وأملاح معدنية، بل هي تعبير صادق عن حزن عميق أو حتى فرح غامر. هذا هو الفارق الجوهري في زاوية النظر. وهذا يوضح ببراءة في عرضنا التوضيحي اليوم. هذا الاقتباس القوي يقول: ليس فقط مجموعة من الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية، بل بوصفه علامة أو إشارة أو رمز أو معنى أو قيمة. إنه يمثل التحول الكامل في النظرة من مجرد بيولوجيا خام إلى عمل بشري ينبض بالمعنى. علم النفس يمنح أفعالنا أبعادها الحقيقية، ويحول تلك التفاعلات الكيميائية الصامتة إلى قصة ناطقة تعكس مشاعرنا وحالتنا الداخلية. بعد أن رسخنا هذا التعريف الأساسي وهذا التمييز العميق الذي يعطي لأفعالنا معنى، يبرز هنا سؤال بالفضول: أين يطبق علم النفس في عالمنا اليوم؟ كيف نترجم هذه النظريات إلى واقع ملموس في مجتمعاتنا وحياتنا اليومية؟ في القسم الرابع والأخير، فروع التخصص، أو كما نحب أن نسميها شجرة علم النفس. لنتخيل معا علم النفس كشجرة ضخمة جدا، جذعها هو دراسة السلوك الذي يحمل معنى، وتتفرع منها فروع تغطي تقريبا كل جانب من جوانب تجربتنا الإنسانية. المجموعة الأولى من هذه الفروع تركز على التطور والمجتمع. لدينا علم نفس الطفل والمراهق الذي يرافق نمو الإنسان منذ خطواته الأولى.
ثم علم النفس التربوي الذي يهتم بتعلمنا داخل المدارس، وهناك أيضاً علم النفس الاجتماعي أو المجتمعي الذي يدرس تلك التفاعلات المدهشة بين الأفراد وتأثير المجتمع على سلوكياتنا. دعونا ننتقل لنرى كيف يبني هذا التخصص جوانباً أخرى هامة والطبي والعلاجي. هنا تركز المجموعة الثانية على الصحة العقلية، وتشمل علم النفس السريري أو الطبي وعلم النفس المرضي المتخصص في دراسة الاضطرابات. هذا إلى جانب علم النفس الفسيولوجي الذي يربط بين وظائف أعضائنا وسلوكنا، وطبعاً علم النفس الديناميكي الذي يغوص عميقاً في دوافعنا اللاشعورية. كل هذه الفروع تتكاتف معاً لفهم وعلاج الآلام النفسية التي قد نمر بها. وتستمر شجرة علم النفس في النمو والتشعب لتصل إلى مجالات تطبيقية ومتخصصة تمس حياتنا العملية والمؤسسية بشكل. نجد هنا تطبيقات مذهلة في مجالات العدالة من خلال علم النفس الجنائي والشرعي، كما يمتد الأمر إلى بيئة عملنا الحديثة عبر علم النفس المهني والصناعي بهدف تحسين الإنتاجية ورفاهية العمال. وبالطبع لا يمكننا أن ننسى علم النفس التجريبي، العمود الفقري والبحثي الذي يسند كل هذا التخصص الواسع. ونختتم شغارتنا الرائعة بهذه المجموعة المدهشة فعلا، والتي تسلط الضوء على الفنون والترفيه. من كان يتخيل أن لعلم النفس حضوراً قوياً حتى في أوقات فراغنا؟ يتجلى هذا بوضوح في علم النفس الجمالي الذي يدرس كيفية إدراكنا للجمال والفنون، وهناك علم النفس الترفيهي الذي يحلل سلوكياتنا أثناء اللعب والاسترخاء والأنشطة الترفيهية، مما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا العلم يرافق السلوك البشري حرفياً أينما وجد. في الختام، وبعد أن انطلقنا من مجرد تعريف السلوك حركي ووصلنا إلى اكتشاف هذه الشجرة الوارفة الممتدة في كل تفاصيل الحياة الإنسانية، تبرز فكرة مدهشة تستحق منا جميعاً لحظة تأمل. عندما نتوقف عن رؤية التصرفات كمجرد ردود أفعال كيميائية أو فيزيائية باردة، ونبدأ في تقديرها كرموز وإشارات تحمل معان وقيم عميقة، يقودنا هذا إلى سؤال جوهري: كيف يغير هذا النظر الجديد للسلوك من فهم العالم البشري بأكمله؟ وكيف يمكن لهذا الفهم العميق أن يجعل الروابط بين البشر أكثر دفئاً وتفهماً وتعاطفاً؟